سلام زينوناتي، واش راكم؟ لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. حبيباتي، اليوم جيتكم بالمحمصه يعني على طريقتي. بنينه، واش نقول لكم، حاره الله الله، تبرد على القلب. واش نقول لكم؟ اذا حبيباتي، نشكر كل وحده دعمتني، كل وحده قاعده تكومونتي لي، ونشكر كل مشترك في قناتي. نقول لهم مرحبا بكم في قناتكم انتم، في داركم انتم. انا راني بيكم انتم نطلع، وبيكم انتم نقعد انا حبيباتي. اذا راح نجيتكم بوصفه المحمصه غير باكيات هذوك اللي نشيوهم من الحوانت عادي. رقيقه هذيك اللي تجي في الساشيات، راح تكون بن محمصه بربي. ان شاء الله راح تجربوها بدون دجاج، يعني تحبوا تقولوا بدون دجاج. انا طعمتها غير بشويه تاع سكالوب. اذا نروحوا المقادير وطريقه التحضير. حبيباتي، حكمت الساشيه تاع المحمصه هذيك، تحبوا تبيتوها ليله في الليل، روحوا غليوا الماء مليح مليح مليح، وفرغوا الشكاره تاعكم تاع المحمصه وخليوها في الماء مغلي حتى كي تعودوا رايحين طيبوها تصفيوها في الكسكاس، تنحيوا لها الماء هذاك في الكسكاس. شوفي يا اختي، تحكمي شويه تاع حمص، شويه تاع الزيت، وتحطي الطرف تاع السكالوب تاعك ولا كويس تاع الدجاج، يعني المتوفر عندك وتقدري تستغني عليهم. لهنا جبت 3 بصلات متوسطين فقط، حكمت معاهم الفلفل الدريس وريحيتهم كل مع بعضهم. بعد ما تقلات معايا هذاك الدجاج والحمص، حكمت ضفت البصل وزدت ضفت معاه فلفل دريس، يعني قرون هكاكا برقه، وحكمت طماطم مصبره. ولازم حنايا الجزائريات لازم نغسلوا البطاطا تاع الطماطم، سينو ما تحلناش ان نطيشوها فيها مازالت لصقه فيها الطماطم. حبيباتي، لهنا راني قليت سوا البرمه تاعي، زدت لها لفاح، وراح نضيف لها زرعه البسباس مرحيه، وراح نضيف لها الكزبر المرحي. حبيباتي، لهنا المقطع لقيت روحي قاعده نصور في الفيديو، نصور غير في الكحل. اذا حبيباتي، لهنا راني مرقت البرمه بعد ما تقلى لي كلش مع بعضها، وعجل لي زيبيس باه ما يتحرقوليش. كي بدات تتغلى معايا البرمه، حطيت الثوم هذاك والورقه تاع الرند، يعني الورقه تاع الرند نضيفها مع الاخر البنات باه ما تسيبش المروره مليح، بس صح تسيب واحد الراحه تقتل. اذا البنات، بعد ما صفيت هذاك المحمصه تاعي، حكمت ضفتها للمرقه بعد ما غلات. لهنا نخليوها تتلبى البنات، وممطون تتنفخ معايا الكعبه تاع المحمصه سوا هي ديجا تنفخت في الماء هذاك المغلي اللي درتوه، بصح زيد تتنفخ. لهنا نحيت الطرف تاعي تاع الدجاج ورحت نفتت فيه البنات، وموجده في جهه اخرى موجده الكزبر باه نزين به الصحن تاعي. حبيباتي، شو حنقول لكم، يعني جات وصفه نودكم ولا نشهيكم، جات كي نقول لكم محمصه بنينه حاره الله الله، كي نقول لك تبرد على القلب، تبرد على القلب. شهيتكم في الجنة ان شاء الله خواتاتي. اذا لهنا حطيت المحمصه، بديت نسربي في المحمصه، وليداتي خرجوا من ليكول تاعهم وراح نحط لهم يتغداو باه يزيدوا يرجعوا لليكول. البنات شوفوا كيفاش جات حمرة، جات خاترة، مازالت فيها لاصوص، يعني مازالت فيها المرقه، ما شاحتش خلاص. مام حتى كي تقعد معاكم البنات مش راح تشيح، حتبقى فيها المرقه تاعها. كي تسخنوها تزيد المرقه، تزيد تتسيب، يعني مش راح تمص المرقه هذيك كامله. وكما نعرفوا المحمصه نحبها بالمرقه، حقيقه المحمصه نحبوا نغمسوا شويه تاع خبز وناكلوا. واش حنقول لكم، هذه هي وصفتنا نهار اليوم حبيباتي. نزينوا بشويه تاع كزبر، ونزيدوا نديروا طروفه تاع الدجاج ولا الكويس اللي عندكم، اللي متوفر عندكم البنات. ما تحيروش رواحكم، خلا خلا خلا. ولازم نديروا الشعار تاع باتمان مش شعار باتمان، شعار مطبخ ريما العنابيه. ان شاء الله وصفتنا نهار اليوم تنال اعجابكم حبيباتي، ونتمنى انكم تجربوا وصفاتي، باسكو راني نمدلكم فيها من قلبي، وقسم لك بالله، يعني الوصفات اللي نمدلكم فيها راهي بنينه صح صح صح. اي وحده مبتدئه راح تدير وصفات هايلين، تبعوني فقط. مبقى لي الا نقولكم في امان الله.